اسمحوا لي النهارده اتكلم بلسان مرضى الروماتيزم اللي في العالم كله واللي في مصر بالذات وحبايبي مرضى بتوعي. النهارده هتكلم على حاجه موجهه لاهالي المرضى دول ولاصحابهم ولحبايبهم ولولادهم وطبعا لازواجهم وزوجاتهم. النهارده هتكلم على الطاقه النفسيه اللي استنفذت للناس دي وازاي تقدر تساعدهم، لانك لازم تحاول تساعدهم عشان احنا في مركب واحده وإن شاء الله هنقدر ننتصر على هذا المرض. أهلا وسهلا بكم في دمتم سالمين. الأول، الطاقة الجسدية لما بتخلص الواحد ما بيقدرش يتحرك وبيقول أي وبيروح لدكاترة، إنما الطاقة النفسية لما بتخلص الواحد للأسف ساعات كتيرة قوي بيحس بانعدام الأمل ويلجأ للعزلة، أو حتى ساعات يجيله أعراض جسدية يقعد يرجع ويتوتر، أو حتى كمان ساعات ممكن يحاول إنه ينتحر. الحاجة التانية، الطاقة الجسدية بتبقى باينة، الواحد ممكن يعرج، الواحد ممكن ما يقدرش يحرك ايده، الواحد ممكن ما يقدرش يرفع كتفه، وبتشوفوا ده مع العيانين بتوعنا. لكن كمان اللي انتوا لازم تشوفوه وتحسوه ويبقى فيه أذن داخلية ومشاعر حقيقية تحسسك بالألم النفسي اللي عند المريض. حسوا بيهم، اسمعوهم. الحاجة الثالثة، لو انت مسؤول كابن أو كزوج أو كصديق أو كمدير في الشغل عن الأعراض اللي بيعاني منها هذا المريض، اوعى تحط نفسك في سياسة الإنكار وإنه ما عندوش حاجة. لا، اعترف إنه هو تعبان وحاول تساعده، لأن أنت مساعدتك مهمة جدا زي الدكتور. الحاجة الرابعة، لازم تعرفوا إن في 3 حاجات لكل بني آدم: في إمكانيات وفي مسؤوليات وفي احتياجات. الإمكانيات دي لازم تقدرها، تعرف إمكانياته البدنية وإمكانياته النفسية، وإنت كويس قوي كشريك حياة، وإنت كابن، وإنت كأب، وإنت كمدير عارف كويس قوي الإمكانيات بتاع كل شخص سواء جسدية أو نفسية، فبلاش تضغط على نقط ضعفه. وعارف كمان كويس قوي المسؤوليات اللي عليه، فحاول تساعده في إنه ينجز مسؤولياته دي. ومهم جدا إنك تقدر احتياجاته كلها، احتياجاته النفسية واحتياجاته البدنية واحتياجاته كمان في إحساسه بالأمان، واحتياجات مهمة جدا في إنه موجود وإنه له وجود بعيد عن مرضه. الحاجة الخامسة، الدعم ما بيطلبش. كتير من المرضى للأسف ما بيطلبوش من اللي حواليهم إنهم يساعدوهم في أي حاجة، سواء في المشاعر أو حتى في الحاجات البدنية اللي هم محتاجينها. عشان كده شوف دايما إيه اللي ناقصه، اشترك معاه، قدر مجهوده اللي بيعمله، قدر التزامه بالعلاج، قدر انه بيحاول انه هو يعمل اللي عليه بالرغم انه هو مش قادر، عشان ده مهم جدا. وزي ما قلت لكم قبل كده، الدراسات بتقول ان الدعم الاسري فعال جدا 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 في محاربة الامراض الروماتيزمية. والخلاصة، الايام دول. لو انت ما انتش قادر تحب المريض او بدأت تشعر بأنانية كده ومش شايف غير الجزء الخاص بيك من تقصير المريض اللي كان بيعمله، افتكر ان ممكن جدا الكراسي الموسيقية تتبدل. عيشوا مع أحبائكم، ساعدوهم وحسوا بيهم وحسوا بكل مشاكلهم البدنية والنفسية، وأنا معاكم كمان عشان نعمل فريق دعم للمريض الروماتيزم، الروماتويد والذئبة الحمراء والخشونة والنقرس. ودمتم سالمين.